هكذا يبدأ الطريق داخل أوسع الطرق الصوفية انتشارا في العالم، تحت لوائها ملايين البشر. يحكم الله يوم القيامة على إسلامه سلطة يسيل لها لعاب الحكام. طلبنا من أحدهم أن يرتب لنا لقاء مع شيخهم الذي يعيش في جزيرة قبرص. قال أمهلني يوما أو بعض يوم. عاد بعدها ليقول أبشر أبشر، لقد اتصل الشيخ هاتفيا بالرسول صلى الله عليه وسلم فأذن لنا بالتصوير. الصوفية النحلة المخترعة المبتدعة، والصوفية والشيعة أبناء عمومة خرجوا من مشكاة واحدة، ديانات مشبوهة جيء بها للدس وللطعن والتشويه، جيء بها لهدم دين الإسلام النقي الصافي الذي بعث به النبي صلى الله عليه وسلم. جاء الصوفية لهدر الحياة وترك متع الدنيا وترك الزواج وترك طلب العلم. جاء الصوفية لتخذيل الناس عن الجهاد في سبيل الله. جاء الصوفية بالإرجاء، جاء الصوفية بالجبرية. هذا هو الدجل، بدعة محدثة في دين الإسلام. الموالد، لماذا نحتفل بفلان أو بعلان ويعكف الناس على قبره أسبوعا للنذر والطواف والتماس البركة والدعاء، حتى إن مولد البدوي يحج إليه 4 ملايين مسلم في كل عام. الرجل الذي عرف بالقذارة وبالجهل والفجور، وما علم عنه أنه كان يصلي وما أما المسجد وكان يسكن على سطح المسجد ولا ينزل إلى الصلاة. فالصوفية مشبوهون ونحلتهم قائمة على أساسين: الشرك بالله والبدعة في الشر. هذا هو دين الصوفية. لذلك يصفق الاستعمار دائما للصوفية. أمريكا الآن تريد نشر الصوفية في العالم الإسلامي، ولا تجد أحدا عليه مسحة الصلاة في مثل هذا المولد، إنما هم تجار المخدرات وهم النشالين والسراق وقطاع الطرق والدعار والزانيات. هؤلاء هم الذين يؤمون مثل هذا المولد وغيره من الموالد. الصوفية سبب من أسباب تخلف المسلمين وانهيار المسلمين. سحقا لهم وبعدا لهم لأنهم غيروا وبدلوا واخترعوا في دين الإسلام. دفنوا الموتى في المساجد، وعكفت العصابات على هذه القبور لنهب صناديق النذور والضحك على السذج والجهال من المسلمين. الصوفية يريدون أمة عاجزة، أمة ميتة، أمة متخلفة. فاحذروا مثل هذه الموالد، واحذروا مثل هذه الشبهات، واحذروا هذه الدعاية المغرضة التي تبث الآن بالدعوة إلى تلميع الصوفية والعودة إلى دين الصوفية بعد أن هدمت عروشهم على رؤوسهم إلى يوم القيامة. لكن كان يجب على النواب الذين رفعوا لافتة الإسلام هو الحل أن يتقدموا في البرلمان باستجواب حول هذه الموالد التي لا تتفق مع شرع الله سبحانه وتعالى. لكن يبدو أن ذلك ليس من أولويات هؤلاء القوم. كذلك هؤلاء الذين يسمون أنفسهم صناع الحياة، الذين ينشرون الأوراق بالدعوة إلى التبرع بالثياب القديمة وزراعة الأشجار وغيرها، وهي أمور جميلة نحبها ونحبذها ونشجع ونثني عليها. ولكن أليس صناعة الحياة الحقيقية هو أن تصنعوا عقيدة الناس وتصححوا عقيدة الناس؟ لكن يبدو أن ذلك ليس من أولويات هؤلاء القوم. فنقول بعدا للصوفية ولا للشركيات والموالد والبدع والمحدثات والضلالات. لا بد أن ندعو وأن نذكر وأن ننصح وأن نأمر بالمعروف وأن ننهى عن المنكر، ولتستبين سبيل المجرمين كما قال ربنا سبحانه وتعالى: قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين. الفارس للإنتاج